ما فيش مدير فني او في لاعب بيقول النهارده انا نازل عايز اخسر، لا انا نازل عايز اكسب. طب في بعض الاحيان انا كمدير فني ممكن يكون زي ما انا في حياتي بصفه عامه، ممكن في ايام بتبقى موفق فيها جدا وفي ايام مش موفق فيها جدا. المدير الفني نفس الحكايه، الاداره نفس الحكايه، او الفريق او الثاني الفريق نفسه نفس الحكايه، او الفريق في بعض الاحيان احنا في مباريات الفرقه الثانيه بتروح على مرماك مره واحده بتجيب فيها جون، بتجيب فيه الجون وانت بتنافس فرق كتير، وفرق كتيره يعني من ممكن يكون عملت ميركاتو جيد، قدرت ان هي تحصل على توقعات اللعيبه قبل منك او قبل ما الاداره تتولى المسؤوليه. في عوامل كثيره بتدخل في الموضوع، ولكن هو الدور الاساسي هو الجمهور ان هو يتفهم ده، لازم يكون متفاهم كده. واعتقد ان احنا جمهورنا السمه الغالبه فيه ممكن في بعض الاحيان بيبقى فيها يعني عايزين كل الجمهور، وده خلي بال حضرتك حق مشروع للجمهور كله ان هو يعني يسعى ان فريقه يكسب ويحفز لاعبين ان هو يكسبوا ويغضب لو الفرقه خسرت. بس انا عايز ان في حاله الغضب يكون غضب حميد. يعني ايه غضب حميد؟ ان ايه، نقفل الصفحه بسرعه ونركز في الصفحات اللي جايه. لان احنا بقول لحضرتك الاستاذ كامل ابو علي جاي بمجلس بيقول عليه مجلس الحلم. يعني ان انا راجل عايز ايه، بنشئ حلم. الحلم دوت ايه؟ اولا الحلم ان احنا بيبني استاد جديد للنادي المصري، بيوفر موارد ثابته للنادي المصري. مش عايز ان احنا نفرط في الحلم ده، ومش عايز ان احنا نحاسب يعني ايه، يبقى الحساب على حاجات صغيره. الفريق بنبني فريق، وهتشوف يعني بمرور الوقت بنبني في قطاع الناشئين. واعتقد ان يعني سلسله النتائج المتميزه في قطاع الناشئين. هاجي لك مره ثانيه عن قطاع الناشئين، لان برضو في تصعيد اللاعبين قطاع الناشئين عايز اتكلم فيه، ولكن يمكن دكتور محمد فاروق يمكن احنا كنا بنتكلم عن قطاع الناشئين. يمكن قطاع الناشئين الدور الاساسي ليه طبعا هو تمويل الفريق الاول ده في كل الفرق، او حتى الاستثمار فيه. يمكن الفتره اللي فاتت فتره كابتن حسام حسن كمدير فني يعني ما كانش الوقت مسعف ان هو يستغله. كابتن معين الشعباني كان بيتغاضى تماما عن قطاع الناشئين، وكان في بعض يعني الاسماء اللي تم تصعيدها ونزولها مره ثانيه الفترة دي. يمكن أول مفاجأة بنسمع عنها وهي تصعيد ناشئين للفريق الأول لسد بعض مراكز. تفاصيلها والنهج اللي هيتم الاستفادة بيه من خلال قطاع الناشئين والفريق الأول. هو الكابتن إيهاب جلال صرح ان في خلال الفترة الجاية المعسكر ان شاء الله اللي هيبدأ بعد بكرة يوم الاربعاء ان شاء الله، ان يتم تصعيد مجموعة من الناشئين منهم مصطفى ايمن. ومصطفى ايمن ده لاعب من فريق 99 يعني يعني ولعب مع الكابتن إيهاب جلال قبل كده. يمكن الكابتن معين الشعباني كان بيستغله في مركز الظهير الايسر في عدد من المباريات اللي كان بيعاني فيها من النقص. ولكن مركز مصطفى ايمن اصلا مش ظهير ايسر. مركز مصطفى ايمن بيلعب تحت راسين الحربه، ولعيب كويس جدا ورجله على المرمى كويسه، والكابتن إيهاب جلال عارفه كويس جدا يعني. فالفتره اللي جايه هيكون وفي ابراهيم سعيد برضو ده من فريق 2003 برضه هيتم تصعيده الفتره الجايه، واحمد شداد برضه من 2003. فهتبص تلاقي ده شغل اكيد تنسيق ما بين الفريق الاول بقياده كابتن إيهاب جلال ومجلس والقطاع الناشئين بقياده الدكتور ميمي عبد الرازق، اللي اعتقد عامل السنه دي شغل كويس جدا مع القطاع، والنتائج متميزه جدا. ويمكن احنا كلنا سمعنا امبارح ان في 2 لعيبه من النادي المصري، حسام حسن وعمرو عبد الصمد، الاثنين سافروا مع فريق 2006 مضوا عقود احتراف وهم سافروا امبارح مع فريق 2006 للمشاركه في بطوله شمال افريقيا مع الكابتن مع منتخب مصر 2006 مع الكابتن محمد وهبه. هيتم الاستفاده بيهم بقى عندك. هو فكره اللي انت بتمضيه عقد احتراف، انت ممكن ما يصعدش فريق اول، ولكن انت بتحافظ عليه. لان في بعض الاحيان يا استاذ عادل بيبقى في بعض الانديه اللي ويمكن الموقف ده تعرض له الاثنين اللعيبه دول الخصيص يعني تحديدا، يعني ان هو ممكن يقول لك ايه، طالما انت مالكش عقد في النادي المصري ولا حاجه، ممكن اعمل لك احتراف ولو على ورق، حتى ان انا اخرجك بره تلعب في اي نادي لمده 6 شهور ولا حاجه، وارجعك تاني بعقد احتراف كويس، يعني تلعب في نادي تاني يعني. فكانت البدايه بالاثنين دول. واعتقد ان مجلس اداره النادي المصري يعني بيولي اهتمام كبير جدا. الساده اعضاء مجلس الاداره المشرفين على القطاع الاستاذ احمد عصام والاستاذ محمد موسى والاستاذ الدكتور احمد الطحان متولين الامر ده بشكل كبير. تحافظ على اللعيبه بتاعتك، والله المدير الفني يحتاجهم موجودين. غير كده هم استثمار بالنسبه لهم، لان من ممكن يظهروا وارجع اقول لحضرتك على حاجه اللي انا شفته في النتائج الكويسه. اعتقد لفرقه 2001 السنه دي والفرقه 2003 يعني
2001 بقياده الكابتن اشرف عبد الله محققه نتائج متميزه جدا. 2003 مع الكابتن حسن العشري محققه نتائج كويسه جدا. يعني كل بصراحه بالاول مره من فتره طويله النتائج كلها بتاعت قطاع الناشئين. مش عايز عشان ما نغفلش الدور الفرق اللي بتشارك في قطاع الناشئين، 2008 مع الكابتن وائل الجبالي، 2005 مع الكابتن سمير ابو النور، 2006 مع الكابتن احمد نبيه. بصراحه كل الفرق ديت عامله مجهود كويس جدا، ومجهود كويس جدا من الدكتور ميمي عبد الرازق والكابتن محمد معوض، وقطاع البراعم برضو الكابتن ميمي مجدي الشناوي. والدور الكبير السنه دي في القطاع تحديدا. ايه الفرق السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ الفرق السنه دي اعتقد جلسه الاستاذ كامل ابو علي مع الجهاز الاجهزه الفنيه والاداريه لقطاع الناشئين قبل الموسم ما يبدا بحوالي اسبوعين ولا حاجه، وان هو قال ان هو هيوفر كل الامكانيات، وان هو عارف ان هم تحملوا فتره يعني مجهود كبير وعملوا مجهود كبير الفتره كان في ازمات ماليه كانت بتاثر على مشاركات القطاع وعلى مظهر القطاع، ولكن قال لك ادوني فرصه ان انا هوفر لكم كل الامكانيات. واعتقد بدا بالفعل في توفير الامكانيات اللوجستيه من زي الادوات التدريب لحاجات زي كده. وقال ان هو يعني هيكون في يعني حساب كل فتره لمراجعه الموقف في القطاع. واعتقد ده اللي مخلي الشكل بهذا المستوى. يعني الناس كلها انا شايف ان احنا عندنا خامات متميزه جدا استاذ عادل في القطاع، وان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى ذخيره للفريق الاول باذن الله يعني، ويكونوا مكسب ليها يعني. وزي ما بقول لحضرتك هو استثمار في المقام الاول، ان انت تشتري لاعب وتبيعه هو استثمار، ولكن الاستثمار الاكبر انك تبني اقول لاعب. لحضرتك على حاجه، انا لو رحت اشتريت دلوقتي ناشئ زي زي لاعب زي كريم العراقي دلوقتي هدفع فيه قد ايه؟ يعني لو رحت اشتريت ملايين زي اللي احنا دفعناها زي حسن علي نفس الحكايه. طب ما احنا عندنا الولاد دول، وانا يعني نفسي ان احنا الوقت اللي احنا ما نقدرش ان احنا نستفيد باللعيبه دول في الفريق الاول، ان احنا نعمل لهم عقود اعاره حتى للفرق بتاعه بورسعيد، يعني للمريخ، لبورفؤاد، للرباط، للجمارك، للناس اللي هي بتشارك في دوري الدرجه الثانيه او دوري الدرجه الثالثه، بحيث ان انت يعني مش لازم بس بورسعيد بس، ممكن تخرجهم خارج بورسعيد كمان، بحيث ان انت اللعيب بالبلدي كده يتودي، يعني ياخد الخبره، يحتك. لان في لعيبه كتير جدا يعني معلش في لعيبه اتسربت من داخل النادي المصري لانديه ثانيه، وده بسبب ان هم ما بيحسوش ان في اهتمام بيهم الفترات اللي فاتت. يعني هقول لحضرتك مش هيبقى على قد النادي المصري بس يا استاذ عادل، في كل انديه مصر بتبص تلاقي بتحصل الحكايه دي، ولعيبه بتلعب ويقول لك ازاي النادي دوت ساب اللعيب ده، وبالعكس ده بيرجعوا في انديه بترجع تشتري اللعيب دوت اللي هي سابته ببلاش، بترجع تشتري بملايين وبملايين كتير جدا كمان يعني. فديت مش بتحصل في النادي المصري بس، ولكن في بعض الاحيان بيبقى اولياء الامور واللاعبين بيبقى عايز فرصه في الفريق الاول، مستعجل، وانت مستعجل دايما على فكره المشاركه، وبتزعل لما بتشوف حد تاني بيشارك، فببص تلاقي الحكايه دي بتعجل دايما براحلهم. ولكن هي بنقول لكل اولياء الامور، بنقول لكل المهتمين بقطاع الناشئين نصبر، قطاع الناشئين هيتم الاستفاده بيه ان شاء الله، هنشوف في استثمار ان شاء الله باذن الله. انا متوسم خير انا بقول لحضرتك انا شايف ان في اهتمام. يعني انا بقول يعني انا كنت حاضر الاجتماع بتاع الاستاذ كامل ابو علي، يعني حضر بنفسه شخصيا الاجتماع بقطاع الناشئين بالدكتور ميمي بالكابتن مجدي الشناوي بالقطاع كلها، وكان توجهاته صريحه في الكلام دوت، يعني ان لازم يتم بذل مجهود، يفتحوا الباب لابناء بورسعيد، حاولوا ان انتوا توفروا لهم المناخ المناسب للرعايه، بحيث ان انت في الاخر تكسب لعيبه تقدر ان هي يعني تمثل النادي المصري لسنوات وسنوات يعني. يمكن مش عايز الحلقه تخلص قبل ما نتكلم عن موضوعين مهمين جدا يعني سريعا. موضوع الاستاد طبعا الحلم والناس يعني عندها حاله قلق، انا شايف ان هو غير مبرر، ولكن هي برضو التاخير عايزك تقوله ليه. وتاني حاجه طبعا ملعب هيئه قناه السويس، بعض الناس شافت ان هو خلاص كده مش هنلعب عليه، وانا حاسس من مجلس الاداره ان هو لسه بيحارب على الموضوع ده، فكلمنا عن الموضوع. اكيد حضرتك يا استاذ عادل كنت حاضر اجتماع مجلس الاداره الاخير مع الساده الاعلاميين، واتكلم في موضوع الاستاد ده. حضرتك انت عشان يعني اعتقد ان يعني ايه اما يكون استاد لنادي زي النادي المصري يعني محاط بتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيقاتل عليه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللي هو عبد الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب، ومجلس اداره النادي المصري برئاسه الاستاذ كامل ابو علي والمجلس كله، ونواب بورسعيد كلهم، وجماهير بورسعيد ورا الناس دي كلها بتقاتل على فكره الاستاد دي. وفكره اللي هو المشروع الحلم اللي هو اللي طرحه الاستاذ كامل ابو علي، اللي هو يعني تعديل للاستاد اللي قبل كده اللي كانت هتعمله شركه وادي النيل بمفردها، مع بقاء نادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد، فكنت هتشغل مساحه ضيقه من الارض زي ما بيقولوا يعني. عمل لك صرف، ولكن ان انت تصمم ان انت تعمل استاد على كامل المساحه اللي هي 70,000 متر مربع
بقتال الناس دي كلها. ومش عايز اغفل دور مجلس اداره النادي المصري، الاستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس اداره، والاستاذ الحسين ابو قمر، والمجلس كله بصراحه، وسياده المحافظ في بورسعيد. لا ما انا قلت سهل لا يعني هو فكره تسهيل وجود الاراضي اللي دي. انا يعني يا استاذ عادل، احنا في الاجتماع ده بيقول لك الايه الاراضي بمليارات في بورسعيد، يعني غاليه جدا في بورسعيد. فما اللي هو عادل غضبان مشكور محافظ بورسعيد يطرح يعني يقرر من خلال المجلس التنفيذي للمحافظه بتخصيص قطعتي ارض لمركز شباب الاستاد ولنادي بورسعيد، ان هو ينقل المكانين دول ليهم عشان الاستاد يتعمل على كامل المساحه 70,000 متر مربع، استاد يليق بالنادي المصري ويليق بجماهير النادي المصري. الحكايه ديت انا عارف ان في تخوف لجمهور بورسعيد منها، بس الحكايات دي ما بتخلصش في يوم وليله يا استاذ. اللي انا سمعت في الاجتماع مستنيين تصديق مجلس الوزراء، تصديق مجلس الوزراء، لان يعني انت عارف حضرتك في خطوات اللي في بورسعيد تم سريعا، تمت سريعا. اعتقد ان دي خطوه من اسرع الخطوات اللي اتخذت في تاريخ بورسعيد، ان انت تخصص مساحتين ارض لنادي بورسعيد والمركز شباب الاستاد. طيب فيما يخص استاد هيئه قناه السويس، استاد هيئه قناه السويس، اعتقد ان مجلس اداره النادي المصري، مش عايز اقول لك بقى من اليوم الاول لتوليه مجلس المسؤوليه، لا ده من قبل ما يتولوا المسؤوليه وهم فتحوا خطوط اتصال كبيره جدا مع الفريق. اسامه ربيع مشكور رئيس هيئه قناه السويس، والفريق اسامه ربيع نفسه مش هقول لك بقى في وجود مجلس اداره النادي المصري، ده في عدد بالبرامج سمعها قال لك انا يعني احنا فاتحين نادي او استاد هيئه قناه السويس الجديد لجمهور النادي المصري، واستاد النادي المصري بيلعب عليه مبارياته، وحصل اتفاق كبير جدا في هذا الامر. طيب لو حصل بعض المحاذير اللي احنا يجب ان احنا كلها يعني نمشي في ركب الدوله في الوقت ده، ونقول ان احنا لا، طب احنا مش هيبقى متاح في الوقت ده ان انت تلعب في استاد هيئه قناه السويس لسبب او لاخر، هتلعب مباراتين او 3 مباريات في استاد برج العرب، وبعد استاد برج العرب هتتنقل لاستاد السويس الجديد. وحضرتك كنت حاضر في الاجتماع برضه، والاستاذ الحسين ابو قمر اعتقد اتكلم، والاستاذ رجب قال لك احنا ما قفلناش الملف ده، ولسه التعاقد مستمر، ولسه التعاقد مستمر، ولسه في تاكيدات مستمره ان شاء الله باذن الله ان النادي المصري هيلعب في استاد هيئه قناه السويس في اسماعيليه لغايه اما النادي المصري يرجع يعني يتعمل الاستاد بتاعه ان شاء الله باذن الله. نتمنى طبعا كل الجماهير تعرف المجلس الاداره بيحارب من اجل الجماهير، ويمكن ده طبعا فكره استاد السويس او استاد يعني هيئه قناه السويس، هي الفكره هو في قربه للجماهير وحرص من مجلس الاداره على توفير مكان للجماهير. برج العرب ما هو احنا اتعودنا عليه وكسبنا عليه، ويمكن يعني بعض اللعيبه بتشوفه يعني مكسب ليها، والبعض الاخر شايف ان هو بعيد وان هو معسكر يعني صعب شويه. الفكره في الصعوبه بس في الانتقال بتاعه الجماهير يا استاذ عادل، لان الطريق الساحلي الدولي ممكن يكون محتاج بعض الخدمات او كده، والفتره ونشوف فعلا يعني الجماهير يعني عددها بيرجع المشوار بنفسه 4 ساعات غير ما انت تكون جاي اسماعيليه في ساعه، غير ما تكون رايح في السويس في ساعتين، خاصه محور 30 يونيو الجديد ده انت في ساعه ونص بتبقى في قلب السويس نفسها يعني. فجمهور المصري لو المعسكر هيستمر في القاهره بعد الانتقال للسويس، ولا هو لغايه دلوقتي لسه لكل مقام مقال زي ما بيقولوا يعني. بس احنا ان شاء الله الفرقه من يوم الاربعاء باذن الله، من بعد بكره ان شاء الله الفرقه هتتوجه للقاهره، هتعمل معسكر، هتخوض 4 مباريات وديه مع القناه يوم 6 نوفمبر باذن الله، مع الداخليه يوم 7، مع حرس الحدود يوم 13، مع سيراميكا يوم 14. ولو حضرتك هتلاحظ المباريات متدرجه في المستوى. فكره القاهره اللي حضرتك كنت بتكلمنا فيها، ليه في القاهره؟ حضرتك انت دلوقتي بتتمرن في الملعب الفرعي لاستاد القاهره في مكان ملعب كويس، ملاعب التدريب على اعلى، بس خلي بال حضرتك الفندق اللي فيه المصري في ملعب كرة قدم، ولكن انت بتتمرن في ايه؟ في اعلى مكان في مصر، في استاد وانت بتتكلم انت في السنتر اللي انت تقدر ترجع لبورسعيد، تقدر تروح برج العرب او السويس يعني. وفكره هي فكره بس عشان الناس ما تلومش على فكره اللي احنا ما بنتمرنش في بورسعيد ليه والكلام ده كله، لان يعني انت محتاج يعني معلش اللاعب محتاج خدمات لوجستيه يعني اقامه تبقى على اعلى مستوى. اعتقد مجلس اداره النادي المصري لا له جهدا في سبيل توفير الحاجات دي، قربك من الفرق نفسها اللي انت عايز تلعبها يعني. لو انت عايز تلعب الداخليه او تلعب حرس الحدود او تلعب سيراميكا، طب بدل ما هتيجي مثلا برج العرب او هتيجي كده، انا متواجد في القاهره واقدر اقابلك العبك في اي وقت. بالتوفيق ان شاء الله، وسعدت بلقائك دكتور محمد.